عمره فوق 100 سنة وزوجته ماسكة بيده خايفة يخرج. طبعا هذا مو في زمننا، في زمن أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، الصفوة الأخيار. حدثني عن أي عزيمة سكنت تلك القلوب، بل وحدثني عن أي وفاء سكن قلوب نسائهم. النابغة الجعدي رضي الله عنه وارضاه عمره فوق 100 سنة، احدودب ظهره ودق عظمه وشاب شعره رضي الله عنه وارضاه، فنادى المنادي يا خير الله اركبي، فخرج كالأسد رضي الله عنه وارضاه من منزله، وزوجته ماسكه في يده مسكينه ما تبغى يستشهد، كبير في العمر. التفت لها بعزه وقال هذه الابيات قامت تخوفني بالله باكية والدمع ينهل من شانيه ما سبلا، يا بنت عمي كتاب الله أخرجني كرها فهل أمنعن الله ما سأل، ما كنت أعمى أو أعرج فيعذرني أو ضارعا من ضنا لم يستطع حولا، فإن رجعت فرب الناس أرجعني وإن لحقت بربي فابتغي بدلا. يا الله يا الله يا الله، والله أنا جسمي قشعر يا أخي. هم خير القرون، هم الصف الأخيار اللي اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تبغى قلوبهم؟ كيف تبغى نسائهم يكونون؟ فأسأل الله أن يجمعنا معاكم وإياهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب. وأخيرا أحبكم في الله، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.